اهلا بيكم. هنكمل الاسئله بتاعت اخواتنا حديث التخرج. السؤال التاني وده الاشهر والاكثر تكرارا برضو، انا عندي تو اوفرز من شركتين اكس وواي، اختار مين فيهم؟ هنا احنا ما ينفعش نسال السؤال بالصفه المطلقه دي. ومحدش يقدر يجاوبك مهما كان خبرته ومهما كان عدى على الشركات دي كلها. نفتكر احنا قلنا ايه الفيديو اللي فات؟ دون بي بايست، ان انت ممكن يكون الشخص اللي نصحك ده اشتغل في الشركه دي وسابها وربنا كرمه وفتح عليه فيبدا يديك نيجاتيف امبريشن عن الشركه دي، او ممكن يكون شخص اتوفق في الشركه دي بطريقه اكسبشنال، وده مش الطبيعي في الشركه دي، فيبدا يديك بوزيتيف امبريشن عن الشركه دي، فانت تفتكر انك هتبقى نفس النموذج ده. فمحدش هيقدر يديك بالظبط الصوره الكامله عن شركه بعينها مهما اشتغل فيها، حتى لو بعد 30 سنه. انت لازم تكون عندك سمارت كرايتيريا كده تحطها لنفسك عشان تقدر تختار بسرعه ما بين شركتين او تقارن ما بين شركتين. اول حاجه، وانا اسف ان حطيتها اول حاجه، هو موضوع السالري او المرتب والبنفيتس او الكومبنسيشن او وات ايفر اللي انت بتاخده. فالظروف العالميه اللي احنا عايشين فيها بتحطنا في النقطه دي، ان انت بتقارن ما بين السالري او بتقارن ما بين المرتب مين اعلى مرتب، ولكن دي مش الحاجه الوحيده. ما ينفعش ان انا اختار بناء على هذا المقياس بس، بتحطه في اعتباره وبتحط له وزن معين، وليكن على حسب، دي ترجع لك انت، ما حدش يقدر يقرر لك. انا على حسب احتياجاتي الماديه، انا في بدايه حياتي لو انا عندي ظروف ماديه او انا محتاج ماديا، فخلاص انا اقدر احط لها وزن مثلا ان لا، ده هتاثر على قراري بنسبه 40%، بنسبه 50، بنسبه 70 80. النقطه الثانيه والمهمه جدا هي التدريب او التريننج. الشركه دي انت ممكن تسال بقى حد شغال في الشركه دي، اكتر من حد، هل الشركه دي بتطور؟ هل الشركه دي بتهتم بالتريننج، بتهتم بالديفلوبمنت بتاع الناس عندها ولا لا؟ الكالتشر بتاع الشركه. ممكن تكون الكلمه دي مضحكه في بعض الشركات، ولكن انت لازم تعرف الشركه دي الكالتشر او السمه المميزه للشركه دي، عشان انت لما تدخل تقدر تتعامل مع السمه المميزه دي. الحاجه اللي بعد كده ممكن نتكلم على هل الشركه دي عندها اكسبانشنز؟ يعني انت كل شويه بتسمع الشركه دي عندها مشاريع، بدون ذكر اسماء. يعني عندنا شركات كتيره جدا في مصر، كل فتره والتانيه بتبقى داخله مشروع جديد، فدي فرصه كويسه ليك انت تبدا تفكر انا لو اشتغلت في الشركه دي الاكسبوجر بتاعي هيبقى اعلى، ان انا هشتغل مشروع اكتر من مشروع، فدي هتديني خبره كويسه. الحاجه اللي بعد كده سمعه الشركه او الاستابيليتي بتاعت الشركه. ده انت تقدر تعرفه من غير ما تسال حد. بسيرش بسيط كده على جوجل بتشوف كده البيانات الماليه للشركه عامله ازاي في اخر 5 سنين، هل هي بتكسب بتخسر ثابته. فما تجيش تلاقي شركه البروفايل بتاعها في النازل وهم عارضين عليك عرض عمل، فده بيبقى فيه ريسك شويه ان الاستابيليتي في الشركه دي مش هيبقى احسن حاجه. المكان احيانا ده بيأثر علينا برضو. يعني انا مثلا ساكن في محافظه معينه والشركه دي قريبه جنبي، او الشركه دي في محافظه تانية هضطر اسافر، دي لازم نحطها في الاعتبار برضو. الحاجه اللي بعد كده معرفش برضو، ممكن يكون الموضوع ده مضحك شويه، موضوع الورك لايف بالانس يعني. ولكن انا كحديث تخرج ما حبيتش حاجه زي ديت في الاول. انت لازم يعني تقرص على نفسك شويه، معلش في الاول هتشتغل كتير، هتذاكر كتير. موضوع الورك لايف بالانس ده ممكن يجي قدام، وبرضه انا حتى قدام ما بحبذوش قوي. يعني انت لو انت حابب تتطور دايما فانت لازم بتضحي بجزء من موضوع الورك لايف بالانس. الحاجه اللي بعد كده ممكن نتكلم فيها التوافق الشخصي، ودي نقطه مهمه جدا. هل البلان اللي انت حاططها لنفسك ماشيه مع البلان بتاعت الشركه دي؟ يعني انت مثلا، انا راجل انا عايز بعد 5 سنين ابقى شغال ديزاين، فما تروحش تشتغل في شركه اوبريشن. او انا والله راجل مثلا باشونت جدا بالريسيرش والديفلوبمنت، فما تروحش تشتغل في شركه صغيره برضو اوبريشن ما فيهاش المجال ده. هتوصل لده ازاي؟ مش هتعرف توصل.